الأحواض البورسلين من الحاجات الجميلة جدا اللي ممكن نعملها في الحمام عندنا، بتدي شياكة وفخامة كبيرة جدا للحمام، وفي نفس الوقت عملية جدا في الاستخدام وتكلفتها معقولة جدا. في الحمام اللي أنا فيه دلوقتي ده عملنا حوض الحمام من البورسلين، ومن نفس نوع البورسلين اللي استخدمناه في حوايط الحمام وفي أرضية الحمام، فتحس بشياكة وفخامة كبيرة جدا في الحمام، لأن مفيش أي اختلاف في اللون أو الماتيريال بين الحوض وبين حوايط وأرضية الحمام. تحس كده إن البورسلين قطعة طالعة من الحيطة، أو تحس إن الحوض قطعة طالعة من الحيطة، فمديك إحساس جميل جدا بالاتساع والفخامة في المكان. قرب. طبعا لو عايز تعمل حوض بورسلين لازم الفني اللي يعمله يكون محترف، عشان ما يبانش عندك أي فواصل في الحوض، او عشان ما تظهرش مع الوقت عندك مشاكل في الحوض البورسلين. طبعا احنا اخترنا فني محترف جدا من افضل الفنيين الموجودة في مصر في تصنيع الاحواض البورسلين. طبعا حوض البورسلين بنعمله باي مقاس احنا عايزينه طبقا لمساحة الحمام وباي شكل احنا عايزينه. يعني هوريكم حمام تاني في نفس الشقة عملناه حوض بورسلين بتصميم او ديزاين مختلف خالص. تعالى كده صور هنا. لو بصيتوا هنا كده هتلاقوا ان مفيش مخرج او مكان لصرف المية بتاعة الحوض. طيب بص بقى كده، هتلاقي ان الصرف موجود تحت البلاطة البورسلين دي بالمناسبة البلاطة البورسلين اللي عملنا منها الحوض البورسلين ده. بص بقى هنا، ده كده مكان الصرف اللي بينزل منه المية، والبورسلين متقطع بزوايا بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا هو مش باين عشان معمول بطريقة احترافية، بحيث ميل الحوض من تحت او من المنطقة اللي انا ايدي عليها دي يكون في اتجاه صرف الحوض. نقدر في اي وقت ان احنا نبين صرف الحوض او نخفيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا كنا نقدر نعمل رف تحت من البورسلين زي الحمام التاني اللي هوريه لكم، بس هنا هنعمل يونت خشب تحت الحوض البورسلين. يعني الحوض البورسلين ممكن تعمله لوحده، ممكن تعمل تحت يونت خشب، ممكن تعمل تحته رف من نفس نوع وشكل البورسلين. ده حوض الحمام التاني في نفس الشقة، برضو عملناه حوض بورسلين من نفس نوع وشكل البورسلين اللي عملنا بيه حوايط الحمام وأرضية الحمام. الحوض ده عملناه بتصميم مختلف عكس الحوض التاني. هنا الحوض ده مايل بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا المية بتنزل في الصرف على طول، ما تطلعش او بتطرطش بره الحوض. وعملنا برضو هنا رف تحت في الحوض عشان نستخدمه كيونت تخزين بدل اليونت الخشب. في نفس الوقت الرف اللي تحت ده دخلناه جوه شوية عشان ما يضايقش اللي واقف او اللي بيستخدم الحوض. زي ما انت شايف كده احترافية الفن اللي كان شغال، مفيش اي فواصل باينة خالص في البورسلين. في نفس الوقت تحس البورسلين حوض جاي قطعة واحدة، برغم ان هو قطع كتير متجمعة مع بعضها بطريقة احترافية، بس الشكل النهائي تحفة فنية زي ما انتم شايفين كده.